وكسبوا البرازيل، انت متخيل؟ وكمان عندهم ابو بكار، حته مهاجم حلوف مفتري ما يقدرش عليه غير اللي خلقه. تحس ان ابو بكار ده بينتقم من اي حد بيلعب الكاميرون. سر اصلا الاربع نقاط بتوع الكاميرون في المجموعه كان بسبب ابو بكار، اذا كان في الجونين بتوع صربيا او الجون اللي جابه في البرازيل. نختتم المجموعه دي بماتش صربيا وسويسرا، وحرفيا الماتش ده من افضل ماتشات النسخه الحاليه لكاس العالم. الماتش كان بادئ سخن، مع اول 15 ثانيه سويسرا كانت هتحط الاول لولا حارس صربيا، وبعدها على طول في 2 كلام، وتحديدا في الدقيقه العاشره صربيا بترد في كره في العارضه، وبعدها بحوالي 9 دقائق وبالتحديد في الدقيقه 19 سويسرا بترد بهجمه عن طريق شاكيري وبيسجل الهدف الاول لمنتخب سويسرا. بعدها ب5 دقائق بالظبط بترد صربيا بالتعادل عن طريق متروفيتش لاعب فولهام الانجليزي واللي مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي الايام اللي فاتت. وبعدها ب9 دقائق وتحديدا في الدقيقه 34 فيلهوفيتش بيسجل الجون الثاني لصربيا عشان النتيجه تتقلب لصالح صربيا 2-1. وبعدها بحوالي 10 دقائق